بعد وفاة بنته جات له في المنام وهي بتستغيث بيه وبتقول له الحقني يا بابا. واول لما راح المقابر بالليل هنا لقى المفاجأة. اسمعوا الحكاية للنهاية بس صلوا بينا على النبي. الحكاية حكاية أسرة بسيطة كانت مكونة من أب وأم وبنت، والبنت دي كانت جميلة جدا تبارك الله فيما خلق. كان كل اللي يشوفها يحسدها على جمالها ويتمنى ان هو يخطبها بالرغم من صغر سنها، لكن طبعا والدها وامها كانوا بيخافوا عليها جدا من الحسد وبيخافوا عليها لان كمان كل ما كان حد يشوفها واول ما يلاقي جمالها ده كانت دايما لازم البنت تخش في دور عيا شديد جدا بعد كل ما حد يشوفها، فما بقوش ينزلوها كتير من البيت، كانت على طول قاعدة في البيت للدراسة وبس. ولما البنت كبرت شوية بدأ يجيلها طبعا خطاب كتير، لكن البنت كانت بترفض أي حد بيتقدم لها. وفي يوم البنت كانت قاعدة حست بألم شديد جدا واشتكت ساعتها لباباها وقالت له على الألم اللي هي حاسة بيه. ساعتها طبعا المفروض كان هما ياخدوها في نفس الوقت على طول على المستشفى أول ما كانت تحس بالألم ده، لكن طبعا إنها أول لما دخلت أوضة العمليات وتوفت البنت. وطبعا هنا كانت حسرة الأب والأم على وفاة بنتهم حسرة لا يعني محدش يحس بيها أبدا، لأن طبعا حسوا بالذنب إن هم اتأخروا عليها أو كانوا فاكرين إن الموضوع بسيط يتعالج في البيت، ما كانوش يعرفوا إن هم لو كانوا لحقوها بدري كان ممكن تعيش، لكن طبعا قدر الله وما شاء فعل وكان ده عمرها. طبعا الأب طبعا رفض تماما ان البنت تتغسل في المستشفى وطلب ان هي تروح البيت وتتغسل هناك. وساعة لما راحت هناك طبعا المغسلة بتحكي ان هي وهي بتغسلها كانت سعيدة جدا وهي شايفاها قدامها كده اهو من كتر البشاشة والسماحة اللي في وشها والنور اللي طالع من وشها، وكان باين قوي ان هي كان عملها كان باين على وشها من كتر السماحة والسعادة اللي هي كانت فيها. بسم الله ما شاء الله. كانت ساعتها سهلة وكل حاجة، وده طبعا من حب الناس ليها. البنت دي كانت الناس كلها بتحبها والناس كلها كانت بتشكر في أخلاقها وفي سمعتها وكانت بتحب تساعد الناس، وعشان كده الناس كلها كانت بتحبها. طبعا طلعوا بعد الغسل طلعوا من البيت بالجنازة على المقابر، وطبعا كانت جنازة محدش شافها قبل كده من كتر كمية الناس وكمية الناس اللي بتحبها اللي مشيت ورا الجنازة علشان خاطر تودعها. وطبعا لما راحوا المقابر وتم دفنها بس طبعا الناس خلصت ومشيت وكل الناس راحت بقى شافت دنيتها وحياتها إلا واحد بس وهو أبوها. ما قدرش يمشي من المقابر، حس إن حتة من روحه اتخذت منه، فضل قاعد جنبها وعمال يقرا لها في قرآن ومش قادر ان هو يفارقها ولا يسيبها ابدا ومش متخيل ان هو يروح من غيرها، ولان ده طبعا كان من شدة تعلقه بيها. فضل يقرا لها القرآن لغاية لما حس خلاص ان الوقت الدنيا ظلمت وان هو كمان تعب من اجهاد اليوم كله وروح. واول لما روح هناك هو يدوبك غير هدومه ويدوبك قال ان هو ينام على طول. واول لما نام اول ما غمض عينيه وراح في النوم حلم ببنته جات له في المنام على طول، بس للأسف جات له وهي في حالة زي ما يكون ان هي بتستغيث بيه، وجات له وهي بتقول له كلمة واحدة بس: الحقني يا بابا، الحقني يا بابا. هنا الأب قام مفزوع من النوم وعمال يبص حواليه وكأن بنته ان هو كان سامع صوتها وان هي بتناديله وهي حواليه، لكن اتأكد طبعا ان كان ده في النوم او كان حلم. وقال برضو ان هو ممكن يكون هلاوس كده من او من كتر التعب بتاع اليوم او الاجهاد اللي عمله، فجاله حلم زي كده. كمل نومه ودخل نام تاني، وبرضو اول لما نام اتكرر نفس الموضوع وحلم برضو ببنته جات له برضو في المنام وهي عمالة برضو تستغيث بيه وتقول له الحقني يا بابا، بس المرة دي كانت جايله وهي مش بكامل هدومها، وكأن الرسالة عايزة توصله له ان هو يروح ينقذها او يروح يسترها. هنا قام باباها على طول وتوجه للشيخ بتاع المسجد اللي موثوق فيه اللي هم بيثقوا فيه اللي في الحتة بتاعتهم، وراح وسأله حكاله كل اللي حصل وحكاله الرؤية اللي شافها في المنام او الحلم اللي حلم بيه ببنته. طبعا الشيخ اول لما سمع قال له بنتك عايزاك تلحقها وعايزاك تنقذها، بنتك بتتعرض لأذى او في ممكن حد بيأذيها، في حاجة هي مش مطمناها، وخصوصا ان كمان دي اول ليلة ليها، روح بسرعة دلوقتي وشوف في ايه اللي بيحصل هناك. وفعلا سمع الاب الكلام
وجري على طول على المقابر، وما هموش بقى الدنيا ضلمة ولا الدنيا ليل ولا أي حاجة ولا عفاريت ولا الكلام ده كله. وفعلا راح هناك عند المقابر، ولسه وهو بيدعي لها أول لما دخل اللي وقفه عند الدعاء حاجة واحدة بس، إن هو شاف إن زي ما يكون في أثر إن المقابر أو المقبرة كانت لسه مفتوحة مثلا من شوية واتقفلت تاني. هنا بس تقدم طبعا الأب وهو بيشوف وبيدور، وفعلا اتأكد إن المقبرة كانت مفتوحة أو إن التربة كان حد لسه فاتحها. كمل هو فتح فيها وفتحها ونور كشاف الموبايل ونزل عشان يبص على بنته يشوف فيه ايه وتفسير الحلم والرؤية دي كانت ايه والاستغاثة دي ليه. طبعا أول ما نور الكشاف ونزل بيبص جوه القبر وملقاش جثة بنته، قعد يدور يمين وشمال ومش لاقي جثة بنته جوه القبر. طبعا طلع جري وهو عمال يدور على حارس المقبرة، قعد يدور عليه لحد لما لقاه وعرف مكانه. وهنا بس كانت المفاجأة أو كانت الصدمة بالنسبة للأب، إن هو لقى جثة بنته عند الحارس. هنا بس الأب فضل ينهال عليه بالضرب لحد لما الحارس اعترف وقال له أنا هقولك على كل حاجة. قال له أنا متعود دايما إن أنا كل ما بتجيلي جثث حديثة الوفاة بيجيلي طلبة كلية الطب وبياخدوها مني بالليل في نفس اليوم علشان خاطر يدرسوا عليها ويشرحوها والكلام ده كله، وبعد ما بيخلصوا الدراسة بتاعتهم بيرجعوهم تاني. طبعا أنا سمعت الكلام دوت ومكنتش مش عارف أعمل إيه، وفعلا بلغت الشرطة فورا عن الحادث وتم القبض عليه وتم دفن بنتي تاني. والحمد لله الحمد لله ما حلمتش بالحلم ده تاني ولا جاتلي في المنام. وهنا بس أدركت وعرفت إن دي كانت رسالة من ربنا، وإن مش دايما الأموات حياتهم بتبقى انتهت على كده، ده بيبقى بدأوا حياة جديدة وممكن فعلا يبعثوا لنا رسائل أو في حاجات عايزين يوصلوها لنا. لكن في ناس دايما كتير بتخاف من الموت وتخاف لما تحلم بحد ميت تفتكر إن ده زي ما يكون إنذار إن الدور جاي عليه أو إن هو هيموت. لكن بالطبع لأ، طبعا مش كل التفسيرات بتبقى كده للميت، في حاجات بتبقى خير وفي حاجات بتبقى شر على حسب عمل كل واحد من المتوفي، وعلى حسب برضو قلبك انت فيه ايه وحسب عملك انت ايه وخوفك من ربنا ايه. لكن طبعا التفسير دوت كان فعلا كانت البنت عايزة ابوها ينقذها ويسترها. ودي كانت قصتنا النهاردة. وفي نهاية الحلقة احب اشكركم طبعا، واحب ان انتوا طبعا تقولوا رأيكم في التعليقات، ولو عندكم اي مشكلة تبعتوها لي على الخاص وإن شاء الله هنعرضها معانا على حسب أهمية أو أولوية المشكلة. وانتظروني كل يوم في حلقة جديدة، حكاية جديدة أو مشكلة جديدة. كانت معكم مي علي، دمتم في حفظ الله.